السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قلت بقى اطلع لكم كده ايه بفيديو نتكلم شوية من القلب. انتي فين يا مريان الفترة دي؟ الصراحة انا صايمة الفترة دي، ست البيض وكده. فانا يا دوبك بعمل الاكل، ما بلحقش وانزل على الشغل، بفطر في الشغل لان المغرب بيقدم عليا وانا في الشغل. فالوقت ده مش بعرف اصور وكده. طبعا انا بلاقي مشاهدات كتير بالذات على الفيديوهات اللي أنا بطلع اتكلم فيها. فانا ايه قلت اجي النهارده نتكلم على يعني انا مش بحب اتكلم على حد بعينه، بس انتوا عارفين محمد رمضان والفنان محمد رمضان واللبس ومش اللبس. انا ما هو حر يلبس اللي يلبسه ويعمل اللي يعمله، كل واحد حر في نفسه. محدش بيتحاسب على حساب حد. يعني انا مش هتحاسب على افعاله، ولا هو هيتحاسب عن افعالي. يعني احنا لما نراقب الوجه كريم، ويوم الحساب انا هتحاسب عن عملي وهو يتحاسب عن عمله. بس الفكرة ان احنا نقدر نعمله ان احنا ننصح ولادنا، نقول لهم دوت مش الصح، مش هو دوت الظاهر بتاعنا، مش هو دوت المفروض نعمله، مش هو ديت سلوكياتنا، مش هي دي مظهرنا. احنا نقول كده، ننصح ولادنا. لازم الاهالي تخلي بالها، لان هو ليه شعبيه كبيره وما نقدرش ننكرها. فيش حد يقدر ينكرها. هو ليه شعبيه كبيره. شباب كتير بيحبوه، شباب كتير بيقلدوه، شباب كتير بيقلدوا لبسه. بس للاسف هو اللبس اللي طلع بيه دوت. على فكره هو مش اول واحد ولا تاني واحد، ولا يعني في ناس كتير بتلبس لبس كده. آه، يعني هم حرين يعني، بس يلبسوا. الانسان المؤثر ده لازم يبقى قدوة، لكن هي الفكرة دي مش واصلة لناس كتير. ان في ناس بتقتدي بيهم، في ناس بتقول ان هو ده قدوتي، ان هو دوت انا هعمل زيه، انا هقلده. فهم مش فاهمين الحتة دي. احنا بقى جانبنا اولادنا، ربي اولادنا، ربي اولادنا صح. نقول لهم الصح من الغلط طبعا. الاولاد دول مسؤولية علينا جامدة، مسؤولية جامدة. طبعا الغلط احنا عارفينه، الصح احنا عارفينه. هما لسه متأسسين وبيطلعوا، مين اللي هيعرفهم الصح والغلط غير احنا والمجتمع اللي بيطلعوا بره ده. بيشوفوا ناس كتير بيتعلموا منهم. انت بقى لما تلاقي ابنك بيعمل حاجة غلط لازم تعلميه، تقول له لا ده غلط، ده صح، ده ما ينفعش، ده ينفع، ده ديننا بيقول ده ديننا بيقول عليه لا. احنا دايما مرتبطين مش بس بالصح والغلط، يعني في دين. يعني انا عمري ما يعني ما شفت راجل، يعني لعن الله المتشبهات بالرجال والمتشبهين بالنساء. يعني انا بقولها لغوية، مش بقولها حديثا او قرآن، يعني مش بقولها كده. انا بقول ربنا لعن اللي بتشبه الست اللي بتتشبه بالراجل، والراجل اللي بتشبه بالست. فما ينفعش ان احنا نلبس لبس فيه لغط، فيه يعني لبس ربنا كتير، ديزاينات كتير. آه، آه، اللبس ده مش حلو. والمشكلة الأكبر إن هو كان بره، يعني إن هو الحفلة مش جوه، الحفلة بره. فبره دي صورة المصريين. لا طبعا أنا بوصل رسالة لكل اللي بيتفرج علي من أي دولة. لا طبعا ده لبس واحدة يا ست. الرجالة ما شاء الله يعني، لا لبسنا عمره ما كان كده خالص. الحمد لله احنا بنحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، وقبليها ديننا وماشيين عليه. كل واحد مسؤول عن تصرفاته. ودلوقتي الشو بقى، الشو هو على فكرة مش زعلان ان احنا كلنا بنتكلم عليه، ولا زعلان من الانتقادات. هو عامل كده عشان يوصل لكده. يعني ابسط حاجة، هو عامل كده عشان يوصل ان هو يبقى ترند، ان هو يبقى الناس كلها بتتكلم عليه. ويقيس على كل حاجة بقى. الناس اللي بتعمل كل حاجة مخالفة، الناس اللي آه، كل ما هو شاذ احنا بنجري وراه. ده اللي انا شايفاه. كل ما هو شاذ احنا بنجري وراه للاسف. تعالوا شوفوا نسبة مشاهدات واحدة زي بتتكلم عادي. شوفوا نسبة مشاهدات واحدة أعزكم الله يعني بتاكل روث الحيوانات. حركات، أفعال، كلام، إيحاءات، كلام. شوفوا دي وشوفوا دي. فللأسف كل ما هو شاذ هو بيبقى متشاف، بيبقى متصدر في الواجهة، بيبقى الناس عايزة تشوفه. فأنا يعني أنا واحدة مني قليل أوي اللي هيشوف الفيديو ده، وقليل أوي اللي هيدخل يشترك في القناة. أنا مش بقول حاجة، إحنا شعب بيحب الأخلاق والتدين. أنا مني واحدة، أنا لو شفت حد بيتكلم حلو، أسلوبه حلو، طريقته حلوة، أنا بتابعه، أنا بتابع الناس دي.
هتقولوا لي طب الناس التانية مش بتتفرج عليها؟ لا بتفرج عليها وبشوفها، بس بشوفها علشان اقول يعني انا على طول ايه اللي بيعملوه ده. بس ما بعرفش الصراحة اجرح حد، ما بعرفش انتقد حد. يعني برضو في ناس بتروح بعت كومنتات وحشة وسيئة، انا ما بعرفش يعني انا يمكن البني ادم ده في حاجة احسن مني عند ربنا. انا لما اجرح فيه او اشيل ذنب، معلش يعني اشيل ذنب على قفا مين؟ انا ما احبش اجرح في حد. انا بقول ان العام دلوقتي الشاذ هو اللي ايه المرغوب. كل ما هو شاذ، كل ما هو غريب، كل ما هو بيطلع عن العادات والتقاليد والمجتمع، بيبقى مرغوب. انا قلت لكم ادخلوا شوفوا ناس كتير، آه، الرقص، اظهار الفتن، الالفاظ اللي مش ينفع تتقال. احنا بس عايزين نحجم الحاجات دي، ان احنا نطلع الناس المحترمه هي اللي توصل. طبعا انا قعدت بس اديكم فكره كده واتكلم كده افضفض شويه معاكم. وادعوا لي بقى اللي لسه مكمل معايا الفيديو بيحب يتفرج عليا، انا بسعد بيهم جدا. انا في ناس يعني متابعيني وبيحبوني، بيحبوا اسلوبي، الحمد لله الحمد لله ان انا وصلت الناس. في ناس بتكتب لي طبعا على اليوتيوب، وناس بتكتب لي على الخاص. الحمد لله الحمد لله ان انا مقصره بس في بعض الناس بيقولوا لي كلمه حلوه. دي اهم حاجه عندي انا، اهم حاجه عندي حب الناس. الناس تبقى انا بس وصلت لقلبهم. افدت لو 1% حد حتى، اي بني ادم. دي اهم حاجه عندي. وطبعا اللي مكمل معايا الفيديو لغايه دلوقتي وما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يجيله كل جديد، ويدوس لايك ويكتب كومنت حلو بصلاح الاحوال ليا وليكم باذن الله. وطبعا اخر حاجه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله، مع السلامه.